السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناة وصفات لجمالك. معاكم زي ما تعودتم خبير التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا، وهو الدايت ومشكلة الدايت. طبعا اهم وجبة ممكن تاكليها يعني وانتي بتعملي دايت هي وجبة الافطار. فاحنا عايزين نستبدل وجبة الافطار بوجبة غنية، بوجبة متكاملة، وفي نفس الوقت تساعد معانا على الحرق باقي اليوم. النهارده هنتكلم عن وجبة الافطار المناسبة للناس اللي عايزة تعمل دايت او الناس اللي قررت تعمل دايت وخلاص بدأت تبدأ. ضروري نجيب الحاجات دي ونبدأ الدايت بتاعنا. طبعا اول حاجة النهاردة معانا في الوجبة هي الشوفان. طبعا الشوفان من الحاجات الجميلة جدا المغذية، وفي نفس الوقت مش عالي قوي الكربوهيدرات اللي فيه، او كمية النشويات الموجودة فيه مش عالية، بالعكس خالص معقولة جدا، بتدي طاقة وفي نفس الوقت ما بتزودش الوزن. طبعا محتاجين حليب برضو، الحليب طبعا او اللبن يكون خالي الدسم، طبعا بيدينا فيتامينات وبيدينا غذاء احنا محتاجين له عشان ما يحصلش معانا نقص فيتامينات. كمان محتاجين حاجة تساعد على الحرق، هنكون محتاجين معانا الدرسين او القرفة زي ما انتم شايفين. طيب ازاي هنعمل الوجبة دي، او ازاي هنبدأ نعملها مع بعض؟ هناخد حوالي نصف كوب من الشوفان، طحين الشوفان، وبعد كده نضيف عليه كوب من الحليب مع ربع كوب من المية، ونبدأ او نصف كوب من المية، ونبدأ نحطه على النار لحد ما نلاقي الشوفان بدأ يستوي معانا. بعد كده بنبدأ أول ما نلاقيه خلاص بدأ يستوي بناخده نحطه في الإناء بتاعنا أو في طبق الأكل بتاعنا، وبنبدأ نرش عليه القرفة أو الدرسين. زي ما انتم شايفين بقى، هنلخبط الطبق شوية عشان أوريكم المكونات. ايه دي الشوفان بتاعي، تمام. ايه دي شكل الشوفان للناس اللي مش عارفة الشوفان. ايه دي الشوفان، تمام. ده الشوفان بتاعنا. طبعا بنعمله بنبدأ نحط الدرسين او القرفة عليه على وش الطبق. بنرش معلقة من القرفة تكون ممسوحة، معلقة صغيرة من معالق الكوب. وبنبدأ نتناول الطبق الجميل بتاعنا ده عشان يساعد طول اليوم على الحرق. مش لوحده، ممكن اكل معاه ثمرة تفاحة بعد الفطار بساعتين، يعني تكون معايا لو انا هفطر واخرج هروح شغلي، هنزل اشتري اي حاجة، هجيب حاجة من بره البيت. يعني لو انا بخرج صباحا او هروح اودي ولادي المدرسة، يعني هاخد الوجبة بتاعتي اولا. بعد كده ببدأ اخد معايا وانا خارجة، لو انا عندي شغل ولا حاجة هاخد معايا ثمرة تفاح اخليها معايا في شنطة ايدي، وابدأ اتناولها بعد ساعتين عشان الاحساس بالجوع. وعلى فكره ناس هتقولي ممكن نحليه، لا مش هنحليه، مش هينفع خالص تحطي فيه اي سكر. الدرسين او القرفه يعني بتدي احساس مسكر شويه، لكن اي سكر اي حاجه ممنوع. ده لو انت عايزه تعملي دايت بشكل جاد او بجديه، او انت فعلا عايزه تعملي دايت بجد، مش بتجربي حاجات وخلاص. لازم تبطلي سكريات هناخدها عن طريق انواع فاكهه معينه. طبعا الغدا هيكون مش ضروري تعملي اكل مخصوص، وقلت الكلام ده كتير قوي في فيديوهات الدايت ان انا مش هعمل اكل مخصوص، لاني للاسف لو بدات اعمل اكل مخصوص لازم هقف، لازم هبطل، لازم هيجي عليا وقت مش هكمل. لان طبعا بتحسي ان انتي زاد عليكي حمل امكانيات وفلوس، كمان بتحسي ان انتي انا هطبخ اكل ليا ولا هطبخ اكل للولاد، بتلاقي مجهود زايد عليكي فبالتالي هتبطلي. فالحل الامثل ان انا اكل الاكل اللي موجود عندي في البيت بس بكميات صغيره. اخد كميات صغيره، معلقتين من كل حاجه، بس هبعد عن الدهون، هبعد عن السكريات، وهبعد عن النشويات بنسبه، مش هبعد عنها خالص، لا لازم يكون في نشويات بس كميات بسيطه، يعني ربع رغيف خبز، ملعقتين من الأرز أو ملعقتين من المكرونة، مش أكتر من كده. بالنسبة للعشاء طبعا أنا يعني بقول إن احنا نستغني عن وجبة العشاء بتفاحتين، ممكن بثمرة كمثرى، ممكن اكل ياغورت او زبادي، طبعا حط عليه قرفة وليمون بيجيب نتائج حلوة قوي، بس تكون معدتك كويسة ما تكونش تعبانة. او ممكن اكل طبق سلطه كبير. ممكن انا يعني مصرح ان انا اكل طبق سلطه فيه خس، فيه
ممكن بصل لو معدتك كويسه، البصل جميل برضو، ممكن خيار، ممكن جزر، ممكن اكل طبق سلطه كبير بين كل وجبه من الوجبات دي وصرح ليا تماما مفيش اي مشكله. شرب كميات ميه زي ما انت عايزه. المشروبات الجميله اللي ممكن تشربيها برضو بتجيب نتائج حلوه قوي قوي معاكي، وفي نفس الوقت مش مشروبات حاره او مشروبات ممكن تتعب المعده. عندك اجلي حزمه بقدونس واشربي فيها طول اليوم. الحاجات الجميله جدا بتنزل الميه الموجوده في الجسم، مدرات بول وحاجات يعني صحيه وجميله ومفيش منها اي ضرر. ان شاء الله تستفيدوا من الموضوع، وان شاء الله يجيب معاكم نتائج رائعه. اتمنى ان انتوا تجربوه، واتمنى ان انا يعني ما اعملش يعني لازم امشي على نظام الرجيم بالظبط، وما اروحش اوزن نفسي كل يوم، دي غلط. اوزن نفسي مره كل اسبوع او مره كل 10 ايام، لكن كل يوم الوزن كل يوم ده من الحاجات الغلط جدا اللي انت ممكن تعمليها. مش هتلاقي نفسك مظبوطه، ومش كل ميزان مظبوط زي التاني، وللاسف ممكن تصابي بالاحباط فما تكمليش. فحاولوا على قد ما تقدروا، لازم يكون في يوم بريك، ضروري ضروري يوم بريك. البريك ده لازمته ايه؟ تكسري الملل عشان تحسي ان انت مش محرومه من حاجه. وطالما انا شايفه ان انا عندي يوم بريك وان انا مش محرومه، لان الممنوع مرغوب، هبدا يوم البريك نفسه هبقى حاطه اكل كتير قوي، مش هاكل منه اي حاجه، او هاكل حاجات بسيطه جدا، لان خلاص انا معدتي استسلمت على كده، وخلاص اتظبطت على الحال ده. فهيكون صعب عليا ان انا اكل بقى زي الاول والكلام ده لو انت عملت مشيتي صح. وحاجات كتير قوي بيصعب عليكي، حتى لو انا عارفه اليوم البريك مش هيأثر معايا قوي، لكن هيصعب عليا ان انا تعبت طول الاسبوع. وطبعا المشي ساعه، حاولي تعملي رياضه على قد ما تقدري. الحاجات دي برضو من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتجيب نتائج مبهره جدا. ان شاء الله تستفيدوا من الموضوع ومن الوصفه، وان شاء الله تجيب معاكم نتائج رائعه. ما تنسوش طبعا زي ما اتعودتوا معانا نحط لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه. طبعا ما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل وصفاتي اول باول. شكرا لمروركم الرائع، والسلام عليكم.